ضروريا بمعاقبة المتهمين الماثلين، وغيابيا بالنسبة للمحامي أس الفساد اللي هو المتهم الأولاني دوت بالسجن المشدد لمدة 14 عاما، وهو ذات الأعوام اللي هو جابها للمجني عليه. مش انت اتشطرت وجبت له 14 سنة أحكام نهائية، فداوها بالتي كانت هي الداء. وحكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 14 عاما لكل منهم عن كافة التهم المسندة إليهم للارتباط، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وبأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 50,000 جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت، وألزمتهم بمصروفاتها ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وأمرت وفقا للمادة 106 من قانون المحاماة بإرسال صورة من هذا الحكم إلى كل من نقابتي المحامين العامة بالقاهرة والفرعية بأسيوط لاتخاذ